السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقوم بشرح الدرس الثاني، المحاصيل الزراعية في وطننا العربي. قال المحاصيل في وطننا العربي متنوعة، ولكل محصول استخداماته وفوائده، فمنها ما يستخدم غذاء للإنسان والحيوان، ومنها ما يستخدم في الصناعة، ومنها ما يدخل في التجارة. ممكن يجي سؤال يقولك بما تفسر ايه أهمية المحاصيل الزراعية؟ هتقوله تستخدم غذاء للإنسان والحيوان، منها ما يدخل في الصناعة مثل القطن وقصب السكر، منها ما يدخل في التجارة الدولية. طيب، ما النتائج المترتبة على تنوع المحاصيل الزراعية؟ هتقول لتحقيق التبادل التجاري بين الدول العربية. تاني، ما النتائج المترتبة على تنوع المحاصيل الزراعية؟ لتحقيق التبادل التجاري بين الدول العربية فيما تنتجه من محاصيل. طيب، دلوقتي هنتكلم عن أنواع المحاصيل الزراعية. وأنا أمامي من الصور التي أمامي تنقسم المحاصيل الزراعية كالآتي: أول نوع حبوب غذائية مثل الرز والذرة والشعير. محاصيل تجارية وصناعية مثل القطن وقصب السكر. محاصيل أشجار مثمرة وفاكهة مثل العنب والزيتون والنخيل أو البلح. يبقى تاني، ما أنواع المحاصيل الزراعية؟ هتقول له حبوب غذائية، محاصيل صناعية وتجارية، أشجار مثمرة وفاكهة. دلوقتي أمامي صورة أو سؤال هيوضح إذا كنت تقدر تقسم أنواع المحاصيل الزراعية. أمامك اسحب المحصول المناسب لنوع مجموعته. عندي قطن، عندي قمح، عندي قصب سكر، عندي موالح. المحاصيل قلنا بتنقسم إلى ثلاثة: أشجار مثمرة وفاكهة، حبوب غذائية، محاصيل صناعية وتجارية. القمح يا ترى نحطه في أنهي نوع من المحاصيل؟ أنا سامعة واحد بيقول لي حبوب غذائية، هقول لك صح. طب قصب بالسكر؟ محاصيل صناعية وتجارية، لأن قصب السكر بيدخل في صناعة السكر. الموالح هنحطها طبعا في الأشجار المثمرة والفاكهة، ودي الإجابة هنشوفها مع بعض: أشجار مثمرة وفاكهة الموالح، حبوب غذائية القمح، محاصيل صناعية وتجارية هتبقى قصب السكر. أول حاجة هنتكلم عنها الحبوب الغذائية. هي محاصيل تشغل مساحة كبيرة من المساحة المنزرعة في الوطن العربي. تعتبر مصر أولى الدول العربية في الإنتاج لهذه المحاصيل، ومن أهمها من الصور التي أمامك القمح والشعير، الأرز، الذرة الشامية والرفيعة. يبقى تاني، ما هي المحاصيل اللي بتشغل مساحة كبيرة من الوطن العربي؟ هتقوله الحبوب الغذائية. مين أكبر دولة منتجة للحبوب الغذائية؟ هنلاقيها مصر، طبعا لزيادة عدد السكان وكثرة الاستهلاك. هاخد أول محصول أتكلم عنه، هو محصول القمح. يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية، ويزرع في جميع دول الوطن العربي. أول حاجة هتكلم عنها موسم زراعته، هو فصل الشتاء. ما شروط زراعته؟ اللي بيحتاج حرارة معتدلة، تربة خصبة سهلة الصرف. يبقى لما يجي يقولك ما شروط زراعة محصول القمح، هتقول له محتاج حرارة معتدلة، تربة خصبة، جيدة الصرف. مين الدولة المنتجة الأولى للقمح؟ هي مصر. يبقى مصر أكبر دولة منتجة للقمح، ويليها المغرب ثم سوريا. طب بما تفسر إنتاج مصر من القمح لا يكفي حاجة الاستهلاك في مصر؟ هتقول بسبب الزيادة السكانية، ارتفاع مستوى المعيشة، وكثرة الاستهلاك. يبقى مرة أخرى، مصر تستورد رغم إنتاجها الكبير بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، ارتفاع مستوى المعيشة، كثرة الاستهلاك. وللأسف بعض السكان بيسيئوا لاستخدام القمح واستخدام الخبز كعلف للطيور والحيوانات، مظهر من مظاهر سوء الاستهلاك. كمان الصناعات الرديئة للخبز بتؤدي لإهدار كميات كبيرة من الخبز. طيب، هنتكلم على نقطة أخرى بالنسبة للقمح، لأن ممكن يجي لك سؤال في الامتحان: كيف حل مشكلة نقص إنتاج القمح؟ هتقول له رقم واحد، ممكن أزود إنتاجية المحصول بانتقاء بذور جيدة في الزراعة، أو أستخدم أساليب علمية في زراعته. تحفيز الحكومات للفلاحين على التوسع في زراعته، تبدأ الحكومة تشجع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح.
ممكن استخدم محصول بديل للقمح، وده بيستخدمه الفلاحين، استخدام الذرة كبديل للقمح في صناعة الخبز. دلوقتي هنتكلم عن محصول آخر، هو محصول الشعير. موسم زراعته فصل الشتاء. دلوقتي هيسألك ما شروط زراعة الشعير؟ هنقول الشعير بيحتاج أو يتحمل الجفاف، التذبذب في درجة الحرارة، فقر التربة. ممكن يجيلك سؤال يقولك إيه؟ بما تفسر يزرع الشعير في الأراضي التي لا تصلح لزراعة القمح؟ هنقول له لأن الشعير بيتحمل الجفاف، التذبذب في درجة الحرارة، فقر التربة، في حين القمح بيحتاج إلى تربة خصبة ومياه منظمة ودرجة حرارة معتدلة، ولذلك لا يزرع الشعير في المناطق التي تزرع فيها القمح. طب مين الدولة المنتجة الأولى؟ هي المغرب. طب كمية الإنتاج 5 مليون طن، ده عام 2007. يبقى مرة أخرى هنقول إن الشعير الدولة المنتجة ليه الأولى هي المغرب. الذرة الشامية موسم زراعته فصل الصيف، كمية الإنتاج 7.5. الدولة المنتجة مصر، أولى الدول المنتجة تليها المغرب. يبقى تاني الذرة الشامية محصول صيفي بلغ إنتاجه 7.5، تعتبر مصر أولى الدول المنتجة للذرة الشامية، تليها دولة المغرب. ويمكن قلنا نستخدم الذرة الشامية كبديل للقمح في صناعة الخبز، وده بيحصل في الريف، بيستخدموا الذرة الشامية بديل للقمح، وبذلك يمكن حل مشكلة رغيف الخبز، وهناك دول تستخدم ذلك ويعتبر حل مناسب بدل من استيراد القمح من الخارج. هنتكلم عن محصول آخر، الذرة الرفيعة. موسم زراعته فصل الصيف، كمية الإنتاج 7.7 مليون طن. الدولة المنتجة السودان، كانت تعتبر السودان أكبر دولة منتجة للذرة الرفيعة قبل التقسيم، ثم تليها مصر. يبقى مرة تانية الذرة الرفيعة الدولة الأولى كانت السودان قبل التقسيم، تليها مصر. هنتكلم عن محصول الأخير في الحبوب الغذائية، هو الرز. محصول الأرز محصول صيفي، وهو أقل الحبوب الغذائية انتشارا، يحتاج شروط زراعة معينة، يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة، تربة طينية متماسكة وثقيلة، ومياه وفيرة. مرة أخرى موسم زراعته فصل الصيف، كمية الإنتاج 7 مليون طن. الدولة الأولى والتي تستأثر بمعظم الإنتاج هي مصر، تليها العراق. مناطق زراعته في مصر في شمال الدلتا والفيوم، ويبلغ إنتاج الوطن العربي قلنا 7 مليون طن. وأولى الدول العربية إنتاجا للرز هي مصر ثم العراق. مرة أخرى بنقول يعد الرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا، بما تفسر هتقول له لأنه يحتاج درجة حرارة مرتفعة، كميات كبيرة من المياه، تربة طينية ثقيلة. طيب هنتكلم دلوقتي عن المحاصيل الصناعية والتجارية. لماذا سميت محاصيل صناعية وتجارية؟ سميت بهذا الاسم لأنها تدخل في الصناعات المختلفة وفي التجارة بين الدول. أهم هذه الغلات قدامي من الصورة القطن وقصب السكر. مرة أخرى، ما المقصود بمحاصيل صناعية وتجارية؟ سميت بهذا الاسم لأنها تدخل في الصناعات المختلفة وفي التجارة بين الدول. من أهم هذه الغلات القطن وقصب السكر. ثواني بس. قصب السكر يعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج السكر، وهو محصول صيفي. لما اتكلم عن شروط زراعته، أول حاجة هنتكلم عن موسم زراعته، هو فصل الصيف، كمية الإنتاج 24 مليون طن. الدولة المنتجة مصر، يليها السودان. طيب ما هي شروط زراعة قصب السكر؟ بيحتاج مياه وفيرة، تربة خصبة، جو مشمس معظم أيام السنة. تاني، ما هي شروط زراعة قصب السكر؟ مياه وفيرة، تربة خصبة، جو مشمس معظم أيام السنة. ما أهمية قصب السكر؟ هو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر، تقوم عليه بعض الصناعات مثل صناعة الورق والخشب. يبقى مرة أخرى، يبقى أهمية قصب السكر هو المصدر الرئيسي للإنتاج السكر، تقوم عليه بعض الصناعات مثل صناعة الورق والخشب. هنتكلم عن بنجر السكر. موسم زراعته فصل الشتاء. الدولة المنتجة المغرب، تليها مصر. أماكن زراعته الجهات الشمالية من الوطن العربي. تاني بقى، البنجر السكر موسم زراعته فصل الشتاء. الدولة المنتجة المغرب، تليها مصر.
أماكن زراعته. الجهات الشمالية من الوطن العربي. أهميته: يصنع من عصارته السكر ومن مخلفاته علف للماشية. القطن. هنتكلم عن محصول القطن. موسم زراعته فصل الصيف. الدولة المنتجة: مصر، يليها السودان، ثم سوريا والمغرب. شروط زراعته: بيحتاج درجة حرارة مرتفعة، تربة خصبة جيدة الصرف، أيدي عاملة وفيرة. يبقى لما يجي يقولك ما هي شروط زراعة القطن، هتقوله بيحتاج درجة حرارة مرتفعة، تربة خصبة جيدة الصرف، أيدي عاملة وفيرة. طب بما تفسر إجبار دول العالم على شراء القطن المصري، هتقول بسبب نعومة خيوطه وبياضه، ولأنه قطن يتميز بطول التيلة. يبقى مرة أخرى، إقبال دول العالم على شراء القطن المصري، هتقول بسبب نعومة خيوطه وبياضه، ولأنه قطن طويل التيلة. ما أهمية محصول القطن؟ هتقوله من أهم الألياف المستخدمة في صناعة المنسوجات. هنتكلم عن محصول آخر، محصول البن. ودلوقتي هنتكلم عن الفاكهة والأشجار المثمرة. تزرع في الوطن العربي الكثير من الأشجار المثمرة. إنتاج الوطن العربي من الفاكهة 28 مليون وسبعة من عشرة. أول محصول هنتكلم عنه، هنتكلم دلوقتي تاني عن الأشجار المثمرة. هنتكلم النهاردة عن محصول التمر أو النخيل. أشجار النخيل في الوطن العربي تشغل مساحة 90% من نخيل العالم، تحتل العراق المركز الأول في الإنتاج. يبقى مرة أخرى، التمر، أشجار النخيل في الوطن العربي 90% من أشجار النخيل في العالم تتركز في الوطن العربي. الدولة المنتجة الأولى هي العراق. المحصول الآخر هو العنب. تحتل دولة المغرب العربي المرتبة الأولى في الإنتاج، وبيزرع على سفوح المرتفعات. المحصول الثالث الموالح، اللي يسهم الوطن العربي ب10% من الإنتاج العالمي. تعد فلسطين أولى الدول العربية إنتاجا له. الزيتون، تنتشر زراعته في المناطق المطلة على البحر المتوسط. تعد دولة المغرب العربي من أوائل الدول المنتجة له. دلوقتي هنكون انتهينا من شرح المحاصيل الزراعية، وتعلمنا من الدرس ما يلي. المحاصيل الزراعية تتنوع في وطننا العربي، وقلنا التنوع ده بيفيد في التكامل وتحقيق التبادل التجاري بين دول الوطن العربي. الحبوب الغذائية تشغل مساحة كبيرة من مساحة الوطن العربي، وتعتبر مصر أولى الدول التي تشغل مساحة كبيرة منها الحبوب الغذائية. في محاصيل صناعية وتجارية، وقلنا بتشمل قصب السكر، بنجر السكر، القطن، البن. القطن من أهم الألياف الطبيعية التي تستخدم في إنتاج المنسوجات. اتكلمنا عن وطننا العربي يزرع العديد من أشجار الفاكهة والأشجار المثمرة. ترشيد استهلاكنا من الحبوب الغذائية أصبح ضرورة ملحة. ودلوقتي هنعرض يا ولاد لكم بعض الأسئلة، أتمنى إنكم تجاوبوا عليها. أول سؤال: أكمل العبارات التالية. تحتكر مصر زراعة نقط ويتركز في شمال الدلتا. أنا سامع حد بيقول لي الرز. صح. تحتل دولة مين المركز الأول في إنتاج الذرة الرفيعة؟ السودان. يستخدم قصب السكر في صناعة السكر والخشب. مين تاني؟ ها؟ سمع كلمة والورق. صح. يستخدم قصب السكر في صناعة السكر والخشب والورق. السؤال التاني: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية مع تصويب الخطأ. تعتبر مصر أولى دول العالم في إنتاج القمح. صح، ولكن لا يكفي الإنتاج، قلنا بسبب زيادة عدد السكان والاستهلاك وارتفاع مستوى المعيشة. يضم الوطن العربي قرابة 90% من أشجار النخيل. قلنا صح، والدولة الأولى قلنا كانت العراق. يضم تستأثر دول المغرب العربي بزراعة الأرز. غلط، دي دولة مصر. تتركز زراعة بنجر السكر في جنوب الوطن العربي. غلط، دي مين اللي بتتركز زراعة بنجر السكر؟ قلنا في شمال الوطن العربي. وبذلك نكون انتهينا من شرح درس المحاصيل الزراعية، وأتمنى أن تكونوا استوعبتوا الدرس